لو معاك حوض مجاميع مستورد وخشبة واحدة، تفتكر ينفع نطلع منهم تحفة بريميوم ولا الموضوع محتاج سحر؟ استنى وهتشوف بنفسك. جالي عميل ومعاه حوض مجاميع مستورد بسيط جدا ومعاه حتة خشبة كده في ايده وقال لي بص يا يوسف، عايز الحوض ده يتزرع ويطلع جامد، مش عايزه عادي. وانا هنا بحب التحدي. اول خطوة وهو اختبار الروح، حطينا الخشبة جوه الحوض وقعدنا نجرب زواياها وبعد يمين وشمال، مايلة لقدام شوية، لحد ما لقينا الوضعية اللي الخشبة بدأت تقول فيها أيوة هنا مكاني. ودي أهم نقطة في السكيب، إنك تحس إن القطعة استقرت مش محطوطة وخلاص. وبدأنا بالأرضية، حطينا الفرم الأول، والفرم مهم جدا لأنه بيغذي النباتات من تحت وبيوفر العناصر اللي جذورها محتاجاها في أول فترة. وبعدها نزلنا بالبازلت وخليناه بميل للخلف من ورا لقدام عشان يدي عمق للحوض ويخلي المنظر ثلاثي الأبعاد. الموضوع مش ردم وخلاص، الموضوع توازن وميزان. جبنا الإضاءة مناسبة للحجم ده وشغلنا الحوض لأول مرة. والله يا جماعة اللحظة دي الحوض اتحول، الخشبة بقى ليها ظل والأرضية بقى ليها حياة والحوض بقى لوحة مش صندوق إزاز. وقلنا نبدأ بالنباتات السهلة بس شكلها فاخر. زرعنا الجلوستجما، وطريقة زراعتها بسيطة جدا. تطلعها من البوت وتنزل جذورها في المية، تغسلها كويس وتقطعها مجموعات صغيرة وتزرعها واحدة جنب واحدة في الأرضية. وما تقربش قوي، سيب المسافات بسيطة وهو هيجري ويملى الأرضية لوحده ويعمل لك سجادة خضرة طبيعية. وزرعنا في الظهر موروفيليوم موتوجرانسيس و ام، دول بيدوا كثافة وحركة، ولما بيكبروا هيعملوا خلفية ناعمة تخلي التركيز كله على الخشبة. طيب دلوقتي عايزين سحر للمشهد، الأنوبياس. حطينا الأنوبياس على الخشبة. الأنوبياس ده مش مجرد نبات، ده روح بتتركب على الخشب، بيمسك فيه وبيخليه كأنه عايش من سنين. هو اللي هينقل الاسكيب من حوض مزروع لمشهد طبيعي. وفي اللحظة الأخيرة بصينا على الحوض، سكتنا ثانيتين والتحفة بقت قدامنا. غلفناها كويس عشان يوصل بأمان، وقلنا للعميل نورتنا ومستنيينه نشوفه بعد ما يكبر. الحوض ده بدأ بخشبة وحوض مجاميع وخلص بريميوم متكامل. الفكرة مش في الإمكانيات، الفكرة في الرؤية. لو عندك حوض بسيط ممكن يتحول لحاجة غير عادية لو اتعمل صح. أنا يوسف وحيد، ونشوفكم في التحويل الجديد. سلام.